تعال اقول لك ايه هي حلول المسافات اللي ما بين الاسنان. عد معايا. اول حل بالنسبه لنا هو التقويم، وده بيعتبر حل مثالي للحفاظ على الاسنان من البرد والحفاظ على صحه الاسنان من ان انا احط عليها اي ماده صناعيه. طب ايه عيوب التقويم؟ عيوب التقويم ان هو بياخد وقت طويل، وعيوب التقويم تحديدا في حاله المسافات انه لازم بعدها البس حاجه اسمها بيرمننت ريتينر، يعني مثبت دائم بعد تقويم وعلاج حل المسافات اللي ما بين الاسنان. تمام، ده اول حل. تاني حل بالنسبه لي ان انا اعمل الاندايركت فينير او القشور التجميليه الفينير. يعني ايه القشور التجميليه؟ ان انا بعمل طبقه سمكها من 3 من 10 ل 5 من 10 من الملي، يعني تقريبا نص ملي، بحطها على الاسنان بتقفل المسافات. ثالث حل بالنسبه لنا ان انا اعمل نفس الموضوع ده، نفس الفينير بس بطريقه دايركت، يعني بطريقه مباشره بالحشو التجميلي او الشائع باسم الحشو الليزر، وده برضه حل سريع وحل جميل وبيقفل لي المسافات اللي ما بين الاسنان. رابع حل بالنسبه لنا ان انا اعمل السناب اون او الابتسامه الخارجيه اللي انا بشيلها واحطها في المناسبات. طب خامس حل وده احدث حل في طب الاسنان حاليا، الانجكشن. ان انا بروح عند الدكتور بياخد لي امبريشن او الطبعه، سواء الطبعه العاديه بالعجينه او الطبعه الديجيتال بالسكانر، وبيوديها المعمل وبيرجعها لي وبيعمل لي حقن لنوع من انواع الحشو التجميلي، حاجه كده متوسطه ما بين ان انا بعمل تركيبات وما بين ان انا بعمل حشو. ودول كانوا الخمس حلول لعلاج المسافات اللي بين الاسنان. انا دكتور عمرو وبتمنى لكم اسنان جميله متناسقه جنب بعضها صحيه.